الإفراج عن شاكر بعد سلسلة من التهم لايك فولو ويلا. نبدأ. قررت محكمة الجنايات المختصة 24 القاهرة ديسمبر 2025 إخلاء سبيل التيك توكر شاكر، محظور دلوقتي بكفالة مالية قدرها 500 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضايا الموجهة له، وذلك بعد احتجازه لفترة طويلة. التهم الموجهة إليه تشمل نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل، الاتهامات المتعلقة بغسيل الأموال، واتهامات أخرى تتعلق بالسوشيال ميديا. وجاء القرار بعد أن رفضت المحكمة استئنافه على قرار حبسه السابق في القضية. مع ذلك، حتى بعد إخلاء السبيل بكفالة، النيابة أمرت بإجراء تحليل مخدرات للتأكد من تعاطيه من عدمه. التحقيقات في باقي التهم لا تزال مستمرة. لايك وفولو لنستمر في تقديم الأفضل والجديد. قيل إيه حد لحضرتكم. بعد الغياب دايما بترعب الكلاب بابا المجال ده مجنون.